يابا ليش طردت عني البيت؟ يا ولدي أنا طردتهم علشان يبقوا رجال ويعتمدوا على أنفسهم. كيف يابا يصيروا يدوروا لهم عمل؟ تشتي الصدق يا ولدي، أنا أجرت الغرفة اللي كانوا ساكنين فيها. حرام عليك يا ظالم، اتقي الله، كيف تخرج عيال اخوك من الغرفه وانت داري انهم يلحمون ما فيش معاهم احد؟ وصلت فوق هذا ابن حكمري. تذكر يابا حين امي مرضت ومن قذاك الله عمي ودالك حق العلاج. انت عارف الحين ان انت بتاكلني انا وولدي حرام. انت دحين ان انت مفتهن ومرتاح معك الاراضي ومعك البيوت وهذا كله بفضل اخوك. فوق هذا كله يابا تطردهم من الغرفه. هذا جزاك اخوك بتجازيه في عياله، طردتهم من الغرفه. كيف ان انت لا سالت عليهم ولا اديت لهم حق علاج ولا بسرتهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ظالم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ظالم. يا بكلت حقهم زدت طردتهم من الغرفة. أنت داري إيش قال الله تعالى؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.